السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني متتبعي قناتكم يوميات فلاح. أرحب بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش نزرعو شجر التين عن طريق العقل، بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة. فتابعونا حتى الأخير باش تكون الاستفادة عامة إن شاء الله. وقبل ما نبداو إن شاء الله، بغيت الناس اللي ما مشتركينش يشتركوا في القناة ويضغطوا على زر الإعجاب ليصلهم كل جديد. وعلى بركة الله نبداو هذا الفيديو. فاول شيء كنقوم به هو اننا كناخذ قرع ديال البلاستيك ديال يطرو ونص، جوج، خمسة، المهم متوفر اللي عندكم. وكنقوموا بالقص ديال الراس ديالها من الفوق، ومن بعد كنقوموا بوضع ثقب في الجانب وفي الاسفل باش نخليو الماء انه يهبط وما يتراكمش لنا في التربه ويسبب الرطوبه. من بعد كنجيب الرمله وكنجيب التربه كذلك، كنحاول نقيها التربه من الاحجار، ومن بعد كنخلطهم بجوج بهاد الطريقه هذه، وكنقوم بالمزج ديالهم مزيان. علاش كنضيف الرمله؟ باش التربه نعطيها واحد المساميه ونعطيها واحد النفاديه باش تولي سهله بالنسبه للجذور ملي كيكون يلا هذاك الغصن اللي غادي نزرعوه او ديك العقل اللي غنزرعوها. ملي كتنبت الجذر كيكون الجذر باقي صغير، يعني خصها تلقى اتساع وتلقى فين تنشر الجذور ديالها. على داكشي كنضيفوا ليها الرمله، وحتى كتكون حتى سرعه الامتصاص، وبالنسبه للماء كذلك يدخل التربه بسرعه. من بعد كنجيبوا هاد العقل هادو كيف كتشوفوا. العقل هنا خصهم يكونوا عندهم اقل من سنة او في عمر السنة، ونختاروا الشجرة اللي كتعجبكم نتوما، اللي كتعطي فاكهة كبيرة ولذيذة، هي اللي كنختاروا منها. كنقوموا بالقص ديالهم وكنزرعوها بهاد الطريقة هادي. كنوضعوها في ديك القنينة ديال البلاستيك، وكنوضعوا داك التراب اللي خلطناه مع الرملة، ومن بعد كنضيفوا ليها الماء بهذا الشكل. كنخليو حتى الماء كيهبط حتى لتحت ديال القرعه ديال البلاستيك، وعاد من بعد كنوضعوها في شي مكان نبقاو نداومو على السقاي ديالها كل يومين، نسقيو ان شاء الله باش تكون عندنا النمو سريع. وكنعاودو تاني نفس العمليه كنديروها في واحد الغصن واحد اخر، كنكترو ندير واحد 5 ولا 6 باش كتكون نسبة النجاح مرتفعة. على الأقل واحد 4 ينجحو بعدا، ولا هادي كتكون أمور مزيانة. وهنا من بعد 15 يوم تقريبا النتيجة الحمد لله. بدات تنبت هاد الشجر ديال هاد العقل ديال التين كيف كتشاهدوا. وفي الأخير نتمنى أن الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا معنا، والتقيكم في فرصة قادمة، والسلام عليكم.